عدنا إليكم من جديد بعد غياب شهور في حلقة جديدة من بودكاست رجال تعرف المستحيل. والنهاردة معاكم منذر عبده، وجايين نتكلم معاكم في إيه؟ الفرق ما بين العلاقات في السينما والعلاقات في الواقع. ربنا يبعدها عننا يعني جميعا. يبعدها عننا أنا وكل السامعين. فإيه، خلوني كده أسمع صوت عبده لأن وحشني، وأسأله إيه الإكسبكتيشنز اللي بناخدها من السينما عن العلاقات قصاد الحاجات اللي المفروض بنمر بيها في الواقع. آه حابب ارحب بالاستاذ منزل الاول. حبيب قلبي. انا في البدايه بس كده بحب، مش مجمع. طبعا احنا ليه حاسس ان احنا مش عايز احس ان احنا مستشارين في العلاقات العاطفيه. احنا يا يعني عم على انت الله عادي، شغل احنا وانا على الله. منغل. بالظبط، يعني احنا على الله يا جدعان، احنا مجرد افكار مش اكتر يعني، احنا فمحدش زهقانين وطالعين يفتكر. ننظر على الناس عامة. احنا طالعين النص. طيب هو يعني السينما بتفانتسايز، مش عارف انا قلتها صح ولا لا. العلاقات وبتخليها حاجة بيرفكشن فشخ، مش بيرفكشن ان هي حاجة جميلة ولذيذة وكده. لا، انا اقصد بيرفكشن ان هو بيرفكشن في الحاجة الحلوة في العلاقة نفسها، الفترة الكويسة والجميلة، وبيرفكشن في ازاي العلاقة بتنتهي، ازاي الدنيا بتحصل. ان كل حاجة لازم تميك سنس، مع ان في الواقع لا، انت مش كل حاجة المفروض ان يبقى ليها سبب، او مش كل حاجة يبقى المفروض ليها هي حصل كده عشان كده. امم فاهمني؟ ايوه ايوه. لان في الاول وفي الاخر ده كله سكريبتد، ودي الحاجه اللي لما بتفكر فيها بجد بتنصدم. اللي بتشوفه ده سكريبتد مكتوب. يعني مكتوب ان البطل لما البطله تقول له احنا مش هينفع نكمل مع بعض، او المفروض ان هو يعمل كده، وانه المفروض يحاول كده، المفروض ان هو يتكلم كده، المفروض يدي رياكشن الفلاني ده. بتيجي تبص في الواقع لا، ما فيش كل الكلام ده يحصل. يعني تقول لك احنا مش المفروض مش هينفع نكمل مع بعض. تقول لها ماشي تمام، اي حاجه. فالفكره في ايه؟ هشجع الفكره ان الكلمين. بالظبط. فالفكرة في السينما وفي السينما اللي هو المسلسلات والأفلام والروايات وكل الكلام ده. دي حاجة مبنية على تجربة الشخص اللي كاتب السيناريو ده، أو تجربة إن هو كان عايز السيناريو ده يمشي إزاي في حياته الحقيقية، مثلا ما عرفش إنها تمشي كده، فحب إن هو يمثلها. فانس طبعا كواحد ما ورش في حياته. ما ورش في حياته علاقة مثلا، أو ما دخلش في حاجة زي كده. فانت كل التصورات دي بتبقى مبنيه على الحاجات اللي انت شفتها. ايوه ايوه. تيجي كأنك تبص بتتكلم عليا. للواقع بقى. ايه؟ كأنك بتتكلم عليا بالظبط. تيجي تبص للواقع بقى تلاقي ان هو لا، حاجات كده اوت اوف نو وير كلها بتحصل في نفس الوقت. بالظبط بس وبجد هي نقطة أصلا إن في ناس أو إحنا كلنا أصلا يعني أكيد في فترة ما شفنا فيلم معين أو أخدنا انطباع عن فيلم معين، عن إن إيه العلاقة الجميلة الحلوة دي، وابتدينا بقى نشوف حياتنا مكان البطل، وتخيلنا بقى البطلة هي البنت اللي بنحبها، فإحنا بقينا انا بنضمن ساعات كل كتير حاجة بتخيل حلوة. نفسي عادل امام في حتى لا يطير الدخان. ليه؟ ليه بجد يعني فاهم؟ كان طالع عين أمه ما بينامش في كل حاجة، فاهم؟ لا لا، انا قصدي على الحته التانيه بعد ما بقى غني. الحته اللي هي المشهوره دي اللي الناس بتقعد تنشر فيديوهات ايوه هي مش متفبركه على مصدقه الناس. نفسها ان انا اتجوزتها في الاخر. ف... ففكره ان احنا بنعمل اكسبكتيشنز او بنحط اكسبكتيشنز عاليه، احنا في الواقع ما نقدرش نعملها. فدي بتحسسنا بعدين قدام. او يمكن تعرف بتعملها انت عادي، بس اللي قدامك مش هيعرف يعملها، او هو مش هيعرف هو اذا كان هيعرف يعملها ولا لا. الموضوع غير معقد كده فشخ. غير كده انت الحاجات دي مثلا لو ما عملتهاش او ما تمتش زي ما انت شايفها او زي ما انت متخيلها، بعدين بتبدأ تحس بالذنب وبالتقصير وانك ما كنتش كويس او ان الشخص التاني ما كانش كويس، مع ان مش ده اه المفروض ان الدنيا بتمشي زي ما بتمشي. احنا مش عارفين هتمشي ازاي. احنا زي ما انت قلت، السينما والمسلسلات والروايات كل ده سكريبتد. احنا حياتنا مش سكريبت. احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل بكره. بالظبط. هو بص، الحياه تمشي في الحالتين تمام، بس هي كده كده. الفكره الواحد من كتر اللي بيشوفه على السوشيال ميديا، من ناحيه افلام، ريلز، الكلام ده، التيك توك، الحاجات دي، خلاص اللي هو انت مثلا علاقتك ما مشيتش بسبب مثلا عدم توافق في حاجه معينه. يجي بقى فيديو بيجيب لك البطل وهو حزين عشان صاحبته اتسحب منها الموبايل مثلا ف انت انت مش بتريليت للكلام ده، انت ما حصلش معاك الكلام ده، بس انت مجرد ان انت بتعلق بقى لان هو ال- الكادر حلو،
والالوان حلوه والبطل شخصيته جامده والبطله جامده، فانت بقى تحب تحط نفسك مكانه وتعيش بقى وبالتالي بتعمل اسقاط على الواقع بتاعك. فلا هو بالضبط. ما كانش كده. طيب ما ممكن نتكلم برضه في نقطة تانية، من حيث بقى ما إحنا اتكلمنا عن إن السينما بتعلّي كل حاجة وبتخلّينا نشوفها بمنظور perfect والكلام من ده، فبرضه العلاقات والمشاعر السريعة والكلام ده في السينما حاجة fantasy فشخ، حاجة مش حقيقية. لأ، ما فيش حد هيحبك من أول نظرة بالطريقة دي. مش فكره ان مفيش حد يحبك من اول نظره وكل الكلام ده، لا عادي، في ناس هتعجب بيك من اول نظره، في ناس هتعجب بيك من اول حاجه، الحاجات دي بتبقى صدف، بس مش هتبني حياتك على كده. وغير كده هو مش لمّا يحبك من أول نظرة هو هييجي يعترف لك في وقتها، وتحبوا بعض أنتم الاتنين في وقتها، أنتم الاتنين هيبقى عندكم مشاعر في نفس الوقت، وأنتم الاتنين يكون عندكم الجرأة إن أنتم تاخدوا الstep دي. لأ، الدنيا مش كده، الدنيا مش ما سريعة هي نفس كده. فكره ان انا دخلت كليه وهروح استنى الشخص اللي هروح اخبط فيه واوقع له الكتب بتاعته، مش كده لا. أنا مش هي فاهم أنت حاجه عملت فينا ممكن، دكتور المادة وسقّطني، لحد دلوقتي باشيل المادة بسببه. هي الفكره ان دي حاجه ممكن تحصل بنسبه 1% مثلا. السينما بتسقط بتركز على 1% ده وتخلي ان دي حاجه مين هتحصل كده كده في حياتك في وقت ما. إمم. بس لأ، دي حاجة مفروض إنها لو حصلت فهي مش شرط تحصل معاك، ومش شرط تحصل بنفس الكيفية، ومش شرط لمّا تحصل معاك هتنتهي بنفس المسار اللي النهاية انتهت بيه في السعيدة. السينما. بالضبط. آه، فلأ، يعني هي دي كل بُص الحياة صُدف، وهتحصل معاك حاجات ممكن تبقى أجمد من اللي أنت بتشوفه، وحاجات أسوأ من اللي أنت بتشوفه. أنا ذات حقيقي. نفسي مثلًا حصل لي حاجات أنا ما اتخيلتش إن أنا ممكن أعملها أو تحصل لي في يوم من الأيام، وفي نفس الوقت برضه ما حاجات كتير خلصت ما كنتش متوقع إنها تخلص بنفس الطريقة دي، كنت متوقع إنها تخلص بطريقة تانية زي الحاجات اللي أنا كنت باسمع عنها مثلًا أو باشوفها. إمم. فلأ، طلع إن لأ هي صُدف و وعبثية ومُعقّدة، مُعقّدة بطريقة إن الشخص اللي معاك ده ليه حياته وليه التجارب بتاعته وليه الدماغ بتاعته وليه التصورات بتاعته، وأنت كذلك نفس الشيء. فمش هيحصل الحاجة البيرفكت فشخ في كل حاجة، ولو حصلت الحاجة البيرفكت فأنت المفروض تكون مبسوط بيها، لأن السينما بقت بتوضح إن كل حاجة في علاقتك هتحصل بيرفكت. إيه الطريقة اللي هتتقابلوا بيها، إيه الطريقة اللي هتحبوا بعض بيها، إيه الطريقة اللي هتسيبوا بعض فيها، الطريقة اللي هتتخانقوا بيها، الطريقة اللي هتتصالحوا بيها وكل ده. فلأ، مش الحياة بتمشي كده. يا ريتها سهلة زي كده فاهم، بس هي فعلًا مش كده خالص، لإن نرجع برضه لنفس النقطة scripted. أنت حياتك مش scripted، أنت مش عارف أنت هتعيش بكرة والّا لأ. في حاجات كتير أوي أنت مش عارفها، وفي حاجات كتير أوي أنت بتفكّر فيها، وحاجات بتهلك نفسك فيها، إذا كان شغل أو دراسة أو أي مجهود أنت بتعمله. أنت مش مفروض توقّف حياتك عشان أي relation في حياتك بقى، إذا كان relationship اللي هي من ناحية الحب أو friendship أو أي حاجة من دي. في حاجات كتيرة آه، تانية في الحقيقة مش بتكون scripted أو مش بنكون باصّين لها زي ما بتوع السينما بيبصوا لها، بنعيشها. آه، فدي حاجة برضه مهمة يعني. بالضبط. وبرضه فكرة إن السينما بتطلّع دايمًا البطل أو البطلة super hero ويقدر يعمل كل حاجة في أي وقت، ويعمل أي حاجة، ويقدر يفهم إن أنا دلوقتي لازم أصالحِك، وإن لأ، دلوقتي لازم أكون تقيل ولأ. الحاجات دي مش واقعية. أنا مش super hero. أنا مش أنا superman. أنا مش المُخرج. أيوه، أنا مش المُخرج، أنا مش السيناريست، أنا مش يا اسطى أبوي. عادي. ما بس يعني بُص، السينما برضه زي ما هي ليها حاجات over، بس فيها حاجات بتجيب لك أفكار كويسة. إمم. ف يعني لمّا تيجي تقرا رواية حلوة، أنت ممكن ما تستفادش حاجة منها، بس مجرد إنها بتخلّيك تبقى عندك أُفُق واسع، مثلًا يبقى دماغك تفكّر في حاجات تانية، مثلًا في حاجات أنت ما جاش في دماغك قبل كده إنك تعمل الموقف الفلاني ده، الفكرة الفلانية دي، فاهم؟ أيوه. فطبعًا مش كل الموضوع سيء يعني. أنا مش أكيد هو فاكر مش إمتى كده آخر طبعًا. فيلم أصلًا رومانسي اتفرّجت عليه يعني، مش ما اتفرّجتش على أفلام رومانسية قبل كده. لأ، هو أنا شُفت حبّة حلوين بصراحة، فعشان كده باني شوية مواقف. باني شوية حاجات اتأثّرت بيها يعني فاهم، أنا باتكلّم وأنا عندي رعاية نفسية. أنا واحد بيتفرّج على مسلسل حصان بيحب قطة آه. و قمة الرومانسية والله. وكان الإكس بتاعته غزالة وعجبتني.
والمشكله ان انت اخد برضو الكاركتر بتاعته في البودكاست، خد بالك فاهم، الصوره بتنزل بتاعته كل الصوره حاجه فاهم. بس يعني عشان شكله روش بالنضاره بصراحه. ده حقيقي، وانت شكلك اروش عامه يا عبود يعني. الله يخليك والله، الله يخليك. ما اعتقدش خالص ان اغلب نهاياتنا في الحياه بشكل عام بتكون سعيده. ده عكس السينما اطلاقا، ان بجد بنسبه 90% انت هتلاقي نهايه اي قصه رومانسيه ان هم هيتجوزوا. مش حاجه اسمها نهايه سعيده اصلا. بالظبط فاهم، لكن في السينما بجد الموضوع بيبقى ايه مرهق فشخ لنفسيتك اصلا كبني ادم مريت باي تجربه في حياتك، اذا كان صداقه بقى ولا حب. يا جماعه انا ما ليه ما مشيتش معايا كده، انا ليه ما خلصتش كده فاهم. يعني ف ف اللي ف بتدور على البيرفكت اندنج. بالظبط، لا وعمرها ما هتجيلك، او لو جات لك مره مش هتجيلك 10 فاهم. يا باشا انت معلش، بس انا مقتنع بحاجه اسمها طالما اندنج هتبقى حاجه حلوه ليه؟ هتبقى حاجه، هتبقى طالما هي نهايه هتبقى سعيده ليه؟ بالظبط. ما هو لو انا هي معناها نهايه وسعيده فانت كنت في حته غلط. انت كنت في حته اه غلط ان النهايه بقت تعتبر حاجه سعيده. نايس نايس فشخ، ايوه حقيقي. يعني انا ممكن تكون اسوأ نهايه مريت بيها في حياتي نهايه فنجان القهوه اللي انا بشربه دلوقتي، بس بامانه. يعني لا، بس انت ممكن تعمل فنجان تاني. ما عشان كده علاقتي بالقهوة مستمرة، بقالي كام سنة أنا لا، وهي ما هو مع علاقتك بعض. بالقهوه ما انت علاقتك بالقهوه انت تقدر تكنترول القهوه. انت القهوه مش هتقول لك مثلا انت بتتكلم معايا كده ليه، او انت المفروض لا ما تمشيش، او لا المفروض لا، بعد إذنك هتتغير القهوة لو عليك أهملتها مثلا. ممكن تفور عادي. ايوه بس عندك 100 ممكن محاوله تفضل. ان انت تقدر تغير الوضع. صح، عندك حق برضه. أنا إيه اللي إحنا بنعمله يعني انت ده؟ عمرك يعني انت عمرك مثلا جيت بصيت لكوبايه القهوه وسبتها شويه ورجعت لقيتها نسكافيه وقالت لك لو اصلا مهتم اتغيرت، كنت عارف. اصلا اتغيرت، اصلا ما بقتش بن زي الاول. ماشي خلاص كفايه كده. نوعية الأدب جدا. اللي انا قصدي عليه بجد بقى، خلينا نتكلم خمسه جد. ان المثير والمؤسف في نفس الوقت ان حاجه زي كده انت مالكش كنترول عليها، لانك مش انت لوحدك في الموضوع، انت يب. معاك شخص تاني. ف وظروف وبيئة وحاجات كتير قوي بتدخل في الموضوع ده. ايوه ظروف وكده، بس انا اقصد تكنترول الرياكشن اللي هيطلع، او تكنترول مسار حياتك، او مسار الشيء اللي انت فيه ده يب. بس. وعموما برضو بجد، الحقيقة غير السينما. الحقيقة ما فيهاش موسيقى تصويرية في ودانك شغالة معاك بتأثر على نفسيتك. الحقيقة ما اه فيهاش سوبر هيرو اللي هو هي أو أنت هيحقق أحلامها. في حاجات كتير مختلفة. احنا الموسيقى مش في ودننا واحنا ماشيين بتاعت اللي تخليه دايما مشدود لك. ما انا مش هقدر دايما. بس وبرضو عايزين نرجع لفكرة ان في الواقع احنا عندنا مسؤوليات تانية. احنا عندنا شغل، ضغوطات حياة، مذاكرة إذا كنا بنذاكر، شغل أو بنشتغل، ورانا عيلة وحاجات كتير. مصر يا دكتورة. لا يا عم بقى بتكلم بجد دلوقتي. مصر بجد. والله، اصل انت بجد مصر، انت دخلت في لوب ان بيبقى عليك ضغوطات بدري، في سن بدري، غير الضغوطات اللي المفروض انت تواجهها. ماشي مظبوط. مظبوط، ما معاك جدا. بس اتكلم ان انت في اي حته في العالم، انت عندك سبيسز او عندك سبيس لحاجات تانية كتيره قوي لازم تهتم بيها. فاهم، احنا عندنا مثلا اكتر بكتير حاجات نهتم بيها عن اي حد تاني بره او في مكان احسن يعني. بالظبط بس اه. بس في المجمل انا مش مطالب مني ابقى دايما فايق للريليشن. انا ساعات هقع ساعات ههبط ساعات هبقى مضطر ابقي لا ما هو حاجات. بص هقول لك على حاجه. ما انت لو انت شايف ان انت مش هتبقى فايق، او الموضوع ده مش هيبقى من مسؤوليتك بعد كده، او مش هيبقى من مسؤوليتك عموما، او حاجه فرعيه، ما تخشش فيها اصلا. مش فرعية، بس انا زي ما هدي كتير قوي في ده انا لازم ادي في حاجات تانية عشان اقدر اكمل في ده. اه بالظبط. ده اللي بتكلم فيه، مش بقول لك اهمله ومش بقول لك مش مهم، لا مهم طبعا، وحاجة هتساعدك لو الشخص اللي معاك كويس وانت كويس هتساعدوا بعض وهتدفعوا بعض الحاجات احسن. بس ايوه لازم تبقى في نقطة مدرك ان انت برضو حياتك دي مش هتكمل كده، مش هتكمل وانت طالب انت بتاخد مصروف. ما انت لازم اه تشتغل، لازم تطور من نفسك عشان تعلى كبني ادم وتعلى في كل حاجة. اه فدي الفكرة، السينما مش بتصور لك الجانب ده. السينما بتصور لك اتنين اه بيحبوا بعض. السينما مش عارف يعني، في نقطة دايما أنا مش عارف، أنا معقد نفسيا عشان بدور عليها ولا لأ.
بس يعني فيها دايما مشاهد كتير، فيها افلام كتير بيبقى البطل لو عايز يجيب اي حاجه بيجيبها او بيعملها او ايا كان. فانت انا بيجي في دماغي سؤال بقى، طب هو مثلا مش البطل ده قاعد من الشغل مثلا، واجه صعوبات وساب شغله مثلا وهو ما بيشتغلش حاجه تانية، تلاقيه قاعد شهرين 3 سنه في البيت ودنيا حياته ماشيه وهو ما بيشتغلش اصلا. طب هو جاب فلوس منين؟ بالظبط بالظبط، دي الفكره، وده لا يعيب الانسان الطبيعي اللي هو احنا، او يعيب الطرف الثاني اللي هو هي ايا كانت هي مين. فهو ان الراجل في الاغلب لازم يكون هو المسيطر في الجزء المادي او الجزء اللي فيه هدايا وكلام من ده، فاهم؟ دي طبيعتنا، تمام. بس انا دلوقتي واحد عندي 20 22، انا لسه بدرس، فاهم؟ انا اه انا بحط لود على نفسي كماديا ونفسيا. طب ليه؟ المفروض إن انت تبقى فاهم ده، حتى لو انا حاطه بكل حب وكل حاجه، بس انت تبقى مقدر ده ان هو مش حاجه مطلوبه مني اصلا دلوقتي. يب بالظبط، انا بتكلم ان انت المفروض كشخص لسه في مقتبل حياتك ما تحطش على نفسك كل الحاجات دي كمسؤوليات رئيسيه، بس ولو لان حطيتك دي المسؤوليات رئيسيه مش تحطها في مسؤوليات رئيسيه عشان علاقه، انما تحطها عشان حياتك دلوقتي، عشان انت مثلا انت حابب انك تشتغل من دلوقتي عشان تتحمل جزء من مصاريفك، عشان ايوه تتطور ايوه في ايوه، الكارير طبعا بتاعك. طبعا. انما بس مش مش بيبقى انت هدفك الاساسي ان انت عشان تخرج تبقى بيت، جاهز. اه مثلا. فاهم؟ دي الفكره، انا ما عنديش مشكله ان انا اضغط نفسي عشان اساعد اهلي او اساعد نفسي ماديا، بحيث ان انا بطور من نفسي بقى، اذا كان في الكارير بتاعي او كارير تاني، بس لمجرد ان انا بطلع فلوس اصرف بيها على نفسي. بس انا مش بشتغل عشان ابقى في ريليشن مع حد، مش بشتغل عشان انزل ديت كل مش عارف قد ايه مع حد عشان اجيب الهديه دي لحد. اه الكلام ده كله حلو، والكلام ده تقدر تعمله، بس مش ده السبب الرئيسي، فاهم؟ مش ده الجزء الاول والاهم. مم. بس يعني، حقيقي اه. وبرضه يا اسطى الخناقات في السينما سريعه جدا، يعني 5 دقايق، فاهم؟ الكادر ما بنلحقش نخش في المشهد اللي بعده اتصالح. في الحقيقه انت ممكن تقعد بالشهور على عشان بس انت ما خدتش بالك انها خست 200 جرام مثلا. ما هو ما دي الفكره يا اسطى، دي فكره الفيلم. الفيلم ايه؟ مينيمم وقت الفيلم مثلا ساعه ونص. هو ساعه ونص مش هيقعد يجيب لك بقى حياته من يوم ما كان طفل، ازاي كان بيحصل معاه ايه كل يوم وكبر ازاي لا هو مجرد ان هو ابستراكت كده. ابستراكت مم. دي انا لسه دارسها من شويه. بس انت هتاخد او بي صح؟ يو بي لا؟ لا لا سوفت وير انجينيرنج. خلاص باخدها في الاو بي. حسبي الله ونعم ما علينا. الفكره ان هو هي فكره الفيلم ان هو هيجيب لك حاجه النموذج ده مش هيتعمق في التفاصيل، هو عامل زي ملخص اللي بيبقى في اخر سلايد مثلا في محاضره 70 سلايد، فاهم؟ ففي حاجات كتير غصب عنه هيتم تجاهلها. هيتم تجاهل الوقت بالذات، واللي هو العامل الاساسي، الوقت في ان هو ازاي يطور من نفسه، ازاي بقى الشخص اللي هو عليه دلوقتي، ازاي حلوا مشاكل معينه ازاي كده. وهيتجاهل حاجات كتير، هيتجاهل مثلا ماديات كتير، هيتجاهل. انت انت مش مطلوب منك انك تمثل حاجه زي كده، فاهم؟ انت لما تيجي تحكي حكايتك ان شاء الله بعد كده لو نجحت، مش هتيجي تقول والله انا في اليوم الفلاني كان معايا كذا ورحت نزلت عملت كذا وفي اليوم العلاني، لا انت هتقول بكل بساطه انا كنت طالب وبقيت مهندس وبقيت جامد فشخ وبقيت سافرت بره مصر ورحت منتحت، فاهم؟ فتحكي رؤوس اقلام. عامة عامة، لو انا نجحت في يوم من الايام انا هعمل كتاب اذكر فيه كل يوم عديت بيه. اتفشخ، انا طلع عين امي وما بنامش. اه هتلاقي ان امي ما بنامش. اللي يخش التراكس بتاعتنا دي او الفيلد بتاعنا ده ليه الجنة عامة. فربنا معانا كلنا. مش والله مش لا مش شرط عادي يعني، ممكن تخش النار في الاخر عشان انت بتدرس حاجات زي دي. لا ليه يعني ليه؟ على حسب اللي انت هتعمله بالحاجات دي. اه ايه؟ ايه. نتكلم في فكرة الأمثلة عن شوية حاجات بين الواقع والسينما، فاهم؟ انت ايه يعني اكتر اسالك انت ايه اكتر فيلم او مسلسل شفته آه قريب للواقع قريب شويه؟ للواقع، صعبة دي. هو 500 days of summer. هو ده فيلم ابن بكا يعني مع ما هو كامل ده أقرب احترامي. حاجة للواقع. لسه لا والله فيلم ابن بكا يعني، انا ما كنتش عايز اشتم بصراحه.
وكنت داخل حلقه مش ناوي اشتم، بس انا بكره الفيلم ده والله، ما بكرهه بحبوش. بسبب مش ان الفيلم وحش او ان حاجه، لا، بس من كتر الناس اللي بتسقط الفيلم ده على حياتها. لا انا مش بصوت على حياتي، انت بتسالني ايه اكتر فيلم اقرب للواقع. انا مش هجيب لك فيلم فيه هابي اندنج واقول لك ده قريب للواقع، احنا ما شفناش هابي اندنج في حياتنا عشان اقول لك ده ماشي، واقعي. ممكن تقول مثلا، طب على فكره صلي على النبي، عليه الصلاه والسلام. الفيلم ده فيه هابي اندنج. يعني الفيلم فيه هابي اندنج اذا كانت لسمر او لتوم. مش هو في يعني الاخر لقى وينتر ولقاها في المكتبه وهوبا انبسط ومش عارف ايه، وهي في الاخر راحت اتجوزت مش عارف، طب ما ده يعتبر هابي اند. ماشي بس مع حد تاني. بس هابي اندنج وانت بتسقطه على من ناحيه الشخص نفسه. طب ما هي الفكره في في كده. مليون واحد طب كان ما في هي دي سمر واقعيه، طب ماشي، فكك من حته الهابي اندنج. طب ما ده واقعي، يعني دي بالنسبه لنا تبني كيس ان انت خلاص وانس ان انت الشخص اللي انت كنت معاه ده مش هينفع تبقى معاه، او هو ما كانش كويس باي شكل من الاشكال ليك، فخلاص انت هتبدا تدور على طرف تاني، والطرف التاني ده هيبقى ما احسن هو لك. بقى بالظبط، ما دي ستيل هابي اندنج. طب ما في مليون حد مش هيلاقي سمر، مش هيلاقي وينتر في حياته، مش هيلاقي حد كويس في حياته بعد كده، هيلاقي ناس اوسخ والله العظيم، وممكن ما يلاقيش حد تاني، وده بجد اللي بيحصل. ميك سنس. طب ما تقول لي انت ايه اكتر فيلم شايفه واقع؟ انا ما يا عم انا مش بتاع افلام يا عم. انا اكتر فيلم شايفه واقعي اه. انترستيلر. يعني ايه؟ يعني ايه طيب؟ يعني ايه انت بتعمل فيها ايه؟ اصل ما فيش فيلم واقعي، ما بالظبط، ما ما دي هو لو النقطة اللي واقعي ما بنتكلم كانش هيبقى فيها. فيلم اصلا. ما ده اللي بنتكلم فيه، ما هو ما فيش حياة حقيقية سكريبت. انا بحب فيلم، كنت بحب فيلم رد قلبي، لو تعرفه. وانا سمعت عنه شفتوش بصراحة، يعني انا عارف تخيل بقى كاسم. رد قلبي ده طلع في الاخر اصلا فيلم الاثاره بتاعت الضباط الاحرار. طب كويس. يعني زي فكره ايش؟ الفيلم زي وفكره حياتنا كلها. الفيلم حاجه بيزك فشخ من الافلام القديمه كلها، اللي هو واحد كان فقير وكان بيحب واحده غنيه ابوه مزارع ومش عارف ايه، ورجع وبقى ظابط، والبنت الغنيه بقت فقيره وهو بقى غني، وفي الاخر حبوا بعض واتجوزوا بعض حاجه بيزك فشخ. ما هو عشان لذلك ده كان مفيش. ايام البيزك، كان توقعات عالية، خد بالك فيلم قديم فشخ. يعني ده كان ساعتها جامد يعني. وكرف لسعاد كرف لمين؟ كرف لهند رستم. تخيل يا بني ادم، هند فين رستم الواقعية بقى؟ انا تبقى عايز افهم فين تبقى الواقعية دلوقتي. هند رستم تبقى ريباوند، يعني فين بقى الواقعيه هنا لما انت الريباوند بتاعتك تبقى هند رستم؟ انا بجد انا مستاء، انا مش عايز اتفرج على الفيلم ده انت بعد لو ده. انت لو كنت في ريليشن وبتحبها جدا ومش عارف ايه، وما حصلش نصيب، وبعد كده ظهرت هند رستم في حياتك، هتريباوند بيها يا انا ميزو؟ اقسم بالله ممكن امحيك انت شخصيا من حياتي. عادي. عادي قوي يعني. تظهر بس هند رستم. بالظبط، بالظبط. فمفيش فيلم واقعي، وفي حاجات، في لقطات واقعيه، في مشاهد واقعيه تمام كل حاجه، بس في الاول وفي الاخر دي حاجه من اولها لاخرها مكتوبه. ده حقيقي. بس وبعدين برضه بوجاك هورسمان واقعي على فكره، ايوه حسام بيتكلم. مش بغض النظر عن حسام من البكا. واقعية. بيعدي قطه لونها حسام بينك. حسام بيشرب خمره 24 ساعه ومخدرات يعني مش عايز اتكلم بقى عشان الرقابه. بتقول ايه بس اه ب... ايش كده. تعال بقى نخش من حيث الحاجات الغير واقعية. يعني اه البطل اللي هينزل يصالح صاحبته في المطر ده، تعال نتكلم في السينما. هو هينزل، هيروح يصالحها، يجيب لها ورد، هيعمل كل الكلام اللذيذ ده، وهي هتتبسط فشخ وقد ايه هو قوي وكيوت وجميل. في الحقيقه انت لو نزلت في دور برد يحصل هيجي لك دور برد يقعدك اسبوعين في السرير، وانت مش معاك فلوس تجيب كوميتريكس، ومعاكش فلوس تجيب ورد، وشاحت القميص ده من واحد صاحبي. طب على فكره والله يعني حصلت حاجات شبه كده معايا، يعني ايه؟ والله العظيم حصل، يعني جالي دور برد بجد. عموما وانا جالي دور برد في ديت برضه. يعني لا نزلت، يعني الحاجات دي بتبقى حلوه، يعني بتبقى حلوه فعلا، بتبقى حلوه فعلا، بس يعني مش هتمشي زي ما انت عايز برضه. طب ما هي ممكن تاخد منك الورده وتخلع ويلا بينا رايحت للاكس بتاعها، قالت له شوف العبيط ابن العبيطه جايب لي ورده بنتي ب 30 جنيه. فالافعال نفسها تمام ممكن تبقى حلوه وجميله، بس ما تتوقعش ان النتيجه اللي حصلت في هنا هتحصل هنا. بالظبط. وبرضه ما تتوقعش لما يكون في خناقه بينكم وانت تحاول تبصها في اخر زي اخر اي فيلم انها مش هتديك بالقلم وتنزل عليك علقه بنت.
يا غبي يا متخلف، هي في الاخر هتعمل لك بلوك على الواتساب اصلا. هو ثانية واحدة بس، صلي على النبي، هو ايه اللي حصل ده؟ ايه؟ انت هتبوس واحدة هتعمل لك بلوك؟ اللي انا مش انت لا هتبوس لا حد لا، غير مراتك؟ بتكلم يعني الاندنجز في الافلام لما بيبقى في خناقه، بيبقى لا بيتصالحوا بقى ببوسه باي ايا كان، ما تدخلنيش في تفاصيل عيب يعني. لكن في الحقيقه انت نهايتك بتبقى ايه؟ يا بلوك، يا والله لو احتجت اي حاجه كلميني انا موجود في اي وقت. ايه الجملة دي؟ انت مش عارف ايه، انا بكره الجملة دي فشخ. انا انا بكره بقول لك الجملة ايه. فشخ. اصل انت واحد فشخت لي نفسيتي، فشخت لي دماغي. احتاج منك ايه يا ابني وانت وزير التموين؟ احتاج منك ايه؟ انت لا الدكتور بتاعي، ولا اللي بيعمل لي ملخصات في الجامعه، ولا البواب. يعني البواب حتى ما بنحتاجوش كتير. هحتاج منك ايه مثلا؟ ف نهايه يعني الحاجات دي بحسها كليشيه فشخ، وبقى سكريبت برضو احنا ماشيين عليه. احنا ليه بنصدق السينما؟ يعني احنا عارفين كده بنصدق كده. السينما عشان دي حاجه بتدي الدوبامين. بالظبط. بتصور لك حاجات جامده فشخ، وبتخليك تحس بسعاده لحظيه، وانك نفسك تعيش الاجواء دي. يعني فانت بتخلق عالم سهل سلس، ما فيهوش مشاكل، ما فيهوش ضغوطات. بالظبط يعني في فيلم بتاع اللي اسمه ذا نوت بوك. الفيلم اللي اه هو عارف. عارف، انا ما شفتوش عارف. عامه، بس شفت لا منه شفته عارف. لقطات يعني. مم. قعد يكتب لها رساله كل يوم لمده سنه، وبنى بيت كامل. هو كان شكله شحات ابن بيت اصلا. انا عايز اعرف طب انت لو اسقطنا ده على الواقع في مصر هنا، انت يا منزو مثلا لو معاك فلوس تقعد تبني بيت لواحده انت بتحبها وكده، سنه ولا مش لا، سبع انزل سنين اجيب يبني البيت؟ عربيه واعيش حياتي، واجيب عربيه واجيب شقه واجيب ماك بوك عشان محتاجه، وبس خلاص آه. انا احلام الرجاله. وبعدين دلوقتي انتوا بتلاقوا مكان فاضي ازاي تبنوا فيه بيت؟ يعني انا نزلت ادور في ايوه شقه بجد. على شقه في القاهره، اقسم بالله طلعت امي، وكل شويه حوارات، والشقه يبقى عليها تبقى خارج التصالح، وفي منطقه بنت بيكا. انت بقى انت الدنيا عندك سهله فشخ ان احنا مش انت في فجاه كاليفورنيا هنا برضه. ايه. احنا مش في كاليفورنيا برضه. بص، قاعد يا ابني. دوت بوك اللي مفيش عايز عنده تقلده. بنى البيت كله لوحده، اللي هو ما جابش صنايعيه مثلا قال يقول له يا باشا طب الشاي ودهن بتاعنا، ابيض. طب انا الدخان مش هقعد في بيت بتاعنا. لونه ابيض يا اسطى، انا مش عايز اقعد في بيت لونه ابيض. دي مشكلتي اه. يعني بتصدق الافلام ليه؟ لانها بتدينا نشوه لحظيه بالحاجات اللي فيها، بتبقى انت مبسوط. انت مثلا لما بتبقى شايف الفيلم في واحد مبرمج عمل شركه من الصفر، وشغال هاكر، وبيطلع على المطارات يروح يهكر المطارات بتاعتها، انت مش نفسك تبقى تعمل كده؟ انا والهرم الرابع. ايه انا والهرم الرابع. بالظبط. فيلمي المفضل. بالظبط، فهي بتديك حاجه حماسيه كده يعني. بس اه. انما تيجي بقى في الواقع، انا بس اللي عايز اوصله اللي هو ما تصدقش كل حاجة، وما تتوقعش ان انت لو عملت حاجة شفتها نجحت في فيلم، نجحت في علاقة حد تاني حقيقي عادي، وجيت تعملها، انك هتلاقي نفس النتيجة دي. طب تفتكر هو احنا ضحايا السينما ولا ضحايا الاكسبكتيشنز بتاعتنا؟ سؤال حلو. هو يعني ايه تبقى ضحية سينما؟ ضحية سينما انك بتسلم عقلك ليها وتبني، تبدأ بقى لا، ما انت كده تبقى مغفل فشخ بصراحة. ما عادي يا اسطى، مش كلها بنبقى في أنت- فترة مغفلين فيها فعادي. لا لا، يعني ايه العبط انا ده؟ أنا معاك ان اللي يعمل كده مغفل، بس هي الفكرة ان انت فعليا في حاجات انت بتحب تشوفها كده، انت عايز تشوفها كده، انت عايز تعيشها ايوه، بس لدرجة انك تسمي نفسك ضحية سينما، فانت كده عبيط. ما هو انت كده يبقى انت كده ضحية الاكسبكتيشن بتاعتك، ده ردك على السؤال عامة. ده اكسبكتيشنز هي اكتر حاجة بتفشخ الانسان عامة. ده بشكل عام يعني. احلى حاجة ممكن تعملها في بس حياتك انك تعيش من غير اكسبكتيشنز. بعيش بلو اكسبكتيشنز فشخ، فلما بعمل حاجة عالية بتبسط بيها. تمام ماشي، انا اديك نيجي. بتكلم على الاكسبكتيشنز اللي بره ايدك. يب فاهم. فطول ما انت عندك اكسبكتيشنز اصلا فانت مهدد بالخطر. الانقراض. بس ثانيه، ما هو في بير مينيمم برضه صباح الفل. ما هو في حاجات طبيعيه، في حاجات لازم تحصل، في امم. حاجات انت لو ما خدتهاش او ما حصلتش فانت انت مش انت بتعامل معامله غير ادميه. انت مستقبلك تحصيل غلط. حاصل يا استاذ. ايه مستقبلك تحصيل حاصل يا استاذ. بالظبط. ففي اكسبكتيشنز، بس احنا بنتكلم في الهاي اكسبكتيشن. يب.
ما انت يمكن الاكسبكتيشنز اللي مطلوبه منك اللي انت شايفها هاي بالنسبه لك لما تيجي تقدمها يبقى اللي قدامك شايفها لو اصلا. أيوه، أيوه، فاهمك عامةً. مش- طب انت فكرك يا منزو مع التطور اللي بيحصل في كتابه الافلام طبعا يعني انت بتشوف مثلا الافلام اللي كانت في الخمسينات والاربعينات والكلام ده غير الافلام اللي بعد كده اللي في حقبه الثمانينات والتسعينات، غير بعد كده الافلام بتبقى بتحاكي الواقع اكتر كل فتره عن اللي قبلها. صحيح ما بتبقاش زي الواقع بس بتبقى اقرب للواقع. فانت شايف ان في المستقبل آه، ممكن يبقى في افلام بجد حقيقيه تحاكي الواقع بنسبه تتفوق على 80%؟ ما أعتقدش يا عبدو لسبب واحد، إن اللي بيعمل الفيلم ده هو غرضه أول حاجة إن هو يبيع الفيلم ده. ف امم فما فيش حد أو قليل فشخ اللي هيخش فيلم وهو عايز يتباع له حاجة تضايقه وحاجة تزعله. السينما في الأول وفي بالظبط. الآخر هي حاجة بتentertain you، تمام؟ اه فأنت داخل عشان تتبسط، فأنت بنسبة قليلة فشخ هتكون عايز داخل عشان تتنكد مثلًا، أو هيبقى مثلًا فيلم ما لوش علاقة بالrelations مثلًا، يبقى فيلم بيتكلم عن مأساة حياتية في حاجة تانية مش عن الحب. ما حدش طبيعي هيخش يتفرج على مأساة طبيعية عن الحب، غير بقى مثلًا فيلم كل فين وفين هو اللي هيضرب يعني. فأنا ما أعتقدش، اه لإن دي أكتر حاجة هتبيع، إنك تبني عالم وهمي وتبسط اللي قدامك، ده اللي هيبيع، ودي دي مهمة حقيقة. السينما. يعني زي مسلسل مثلا زي بتاع بريكنج باد مثلا. المسلسل ده انا كواحد مثلا ما بحبش المسلسل ده في ان هو بياخد وقت كتير فشخ ان هو يبني. فتخيل ده مسلسل هو حتى ما خدش الوقت اللي لو الشخصية دي الحقيقية دي عملت الموضوع ده في الحقيقة هياخد منه وقت كتير فشخ. تخيل المخرج بقى خد لك حتة بسيطة فشخ من الوقت ده فانت مليت اصلا. فما بالك بقى لما يوريك الحاجات اللي تحصل بجد وتتبضن انت اكتر، هتقول بقى العمايتين الفيلم على المخرج على كده، فهو مش هيكسب حاجه. بالضبط. هو بس السينما والروايات والكلام الجميل ده كله بيكون فيه رسالة، بيكون فيه فكرة. بس في الاول والاخر هو بس عايز أنا أهم حاجة فلوس. إن أنا عايز أبيع. اه حقيقي. وأنا مهمتي الأساسية كصانع أفلام، صانع مسلسلات، صانع روايات، كاتب يعني، إن أنا entertain اللي قدّامي. أنا باعمل ده عشان إيه، أبسط اللي قدّامي فيشتري أو أبيع له، بس. اه حقيقي. انت نصيحتك ايه والله للمخرجين؟ أنا شايف بس فكرة زي ما إحنا اتكلّمنا في حتّة الexpectations، ما تحُطّش expectations أو ما تحلمش بexpectations عالية في العلاقات تحديدًا، عشان في الأغلب هتُقع على دماغك، وده والله ما تنظير ولا أي حاجة، بس هي الدنيا كده. لا هو تنظير. هو تنظير فعلًا، هو أنا كنت تنظير. بس باحاول أبقى مؤدّب، هو تنظير. بُص يعني حاول ما تخلّيش حد يتلاعب بيك ويتلاعب بمشاعرك أيًا كان هو مين، أيًا كان هو إيه. عيش حياة بسيطة واتبسط بيها زي ما أنت عايز تتبسط بيها، مش زي ما المفروض أنت شايف تتبسط بيها إزاي من منظور حد تاني، امم بس. نايس. ماشي. أنت عايز ويل تقول سيد. حاجة؟ انا ايه رايي؟ إمم. ماشي. والله انا شايف ان هو كلام مظبوط. الكلام اللي اتقال ده كلام مظبوط. وشايف ان هو مش حاجه سيئه. اعمل اللي انت هيبسطك اعمله. بس ما تتوقعش ان دايما الدنيا هتمشي كسكريبت. لان انت مش في فيلم. انت مش مش في ايدك انك تتحكم بحاجه غير الافعال اللي انت تعملها وساعات ما بتعرفش تتحكم فيها. او و مش عارف بس ممكن يكون معظم الناس بتبقى مش عارفه هي هتعمل ايه بعد كده او بتبقى مثلا حاطه في دماغها ان انا بعد كده هتعمل بالمعامله الفلانيه دي بس بتلاقي ان الوقت بيغير. بالضبط. الوقت بيغير. انت ما بتبقاش عارف مثلا انت هتعمل ازاي بكره في الموضوع ده. انت ممكن تبقى مقرر حاجه وفي الاخر تلاقي الدنيا ما مشيتش زي ما انت عايز. فاعمل اللي يبسطك وما تحطش اكسبكتيشنز عاليه زي ما ميزو قال. وبس. بس كده. أوكي. وفي نهاية هذه الحلقة، إحنا كان وحشنا التسجيل جدًا، اه بجد يعني إن شاء الله نحاول ما ننقطعش الفترة دي تاني، بس كده. كان معاكم. هي طالما فتره امتحانات على هنأدي فكرة فيها إحنا كويس. بنسجل عامةً في فترة الامتحانات التانية، في أي فترة تلاقونا منزّلين حلقات وفايقين، يبقى إحنا في فترة امتحانات 100%. وبس كده.